طبعا احنا عارفين ان اي عروسه لما بتيجي تتجوز بتبقى محتاجه تجيب برفيوم، واقل حاجه ممكن يعني نتجوز بيها يعني 3-4 ازايز. دي حاجه كده ايه بسيطه ممكن نتجوز بيها. لو انا دخلت مزايا تمام علشان اجيب مثلا برفيوم زي كوكو شانيل دي، تمام، هيقولي سعرها كام الف، كام الف، هيقولي سعرها كام الف مثلا. تخيلوا انتوا بقى لو انا جايبالكوا نفس البرفيوم من الستور بكام قولوا لي بكام، سعر خيالي. طب ليه يا ليلى؟ ما انت بتقولي ان هو اوريجينال، بس ليه بالسعر ده؟ لان هو بيجيلك من غير علبه، تمام، يوصل لك من غير علبه. طيب افرضي ما طلعش اوريجينال، انت معاكي ضمان استبدال 48 ساعه، استبدال واسترجاع 48 ساعه. انت متخيله؟ يعني تقدري تتاكدي من البرفيوم من الباركود من كل حاجه ان هو اوريجينال، بس الفكره ان هو بيجيلك من غير علبه اوت. تعالوا بقى اقول لكم طب يا ليلو لو انا عروسه ترشحي لي ايه؟ ولو بنزل كل يوم ترشحي لي ايه؟ ولو حابه اجيب هديه لجوزي او خطيبي ترشحي لي ايه؟ بجد من الاخر هرشح لكم دول. اول حاجه لو بتنزلي كل يوم ومحتاجه حاجه تناسبك صيف وشتاء، فبالنسبه لي هتجيبي دي كوكو شانيل، تمام. دي خطيره ومناسبه جدا وثباتها عالي 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 فوق ما تتخيلوا. بجد انا بعشقها. انا عندي جوه 2، يعني انا عارفه ان اخواتي هياخدوا دي مني، تمام، اول ما يشوفوا الستوري يقولوا لي هاتيها وانت جايه لو سمحتي، هاتيها وانت جايه، انت عندك تاني. فدي كوكو شانيل دي خطيره زي ما قلت لكم، صيف وشتاء. في برفيوم يناسب الصيف بس، في برفيوم يناسب الشتاء بس، فدي بالنسبه لي بتناسبني في الفصلين. طيب لو انا بقى عروسه، لو انت عروسه هتجيبي دي لازم تبقى موجوده على تسريحتك، سكسي جذابه قوي، تلفت الانتباه كده، اللي هو انت لما بتحطيها اللي هو هي فين، يعني مين اللي حاطط البرفيوم دي. بالنسبه لي دي لو عروسه مناسبه بطريقه مش طبيعيه يعني، فدي بيرفكت بالنسبه لي لو انت عروسه. ما ننساش ان احنا معانا ضمان، نقدر نرجع الحاجه لمده 48 ساعه، احنا معانا يومين نقدر نرجع فيهم الحاجه. طبعا هيكون بحالتها بالكرتونه بتاعتها بكل حاجه، زي ما خدتها هترجعها تاني لو ما عجبتكش او ما طلعتش اوريجينال او. طيب اتفقنا. طب ليلى انا محتاجه اجيب هديه لخطيبي او جوزي، دي بجد يا جماعه ريحتها مش طبيعيه وثباتها يا نهار ابيض. عجبت احمد بطريقه، لا عجباني اصلا، عجباني جدا جدا. ريحتها حلوه قوي يعني، ينفع احط منها، كنت حطيت. ريحتها خطيره وثباتها مجرم. طيب دي تناسب العروسه وتناسب البنت لو نازله مثلا اي حاجه تناسب. دي مناسبه لكل الاوقات. ريحتها طيبه. عارفين البرفيوم الطيب؟ دي ريحتها طيب. هسيب لكم كل الاوفرز اللي هم عاملينها، ودي يا جماعه مش يعني من النادر ان انتوا تلاقوها موجوده في اي بيج. الستوريز دي بقى لعشاق البيجامات، فتركزوا معايا كده عشان اقول لكم انا بجيب بيجاماتي منين، وبجد الكواليتي بتاعتها بتبقى رهيبه يا جماعه. انا طبعا يعني من عشاق شي ان، بجد انا ما فيش حاجه جبتها من شي ان وخذلتني خالص، يعني انا بعرف اختار، بعرف اخش على الريفيوهات واعرف بقى ده حلو ولا لا والكلام ده كله. فاي حاجه انا هعرضها لكم من شي ان اعرفوا ان دي حاجه بيرفكت، حرفيا بيرفكت في الماتيريال بقى وفي السعر في كل حاجه. فانا النهارده جايه بقى اوريكم بيجامات من شي ان على الموضه، جايباها من عندها بقالي فتره وكده، ولبستها وغسلتها 1000 مره صراحه، اتاخرت عليها قوي. بس تعالى اوريكم دي اول واحده، تعالى اوريكم بقى الباقي واوريكم دي بالتفصيل. يلا بينا. هي نظامها قصير كده زي ما انتم شايفين، والكم بتاعها برضو قصير كده. بصوا العرايس بجد البيجامات خطيره يعني، بجد عرايس بقى مش عرايس بنوته بتجهزي الكلام ده كله، يعني الاسعار بتاعتها حلوه جدا والكواليتي بتاعتها خطيره. دي صيفي، تمام، دي صيفي تقدري تلبسيها برضو في الايام اللي زي دي، حلوه قوي. بصوا سلمى هتبقى حاطه لكم ستوريز بكل التفاصيل بكل الاسعار بكل البيجامات برضو تشوفوها اوضح. تعالوا بقى نشوف التانية. بصوا انا بحس الحاجات الكراهات والمقلمه والكلام ده ما بتقدمش بجد، يعني مهما يروح عليها الزمن ويجي هي الفيفوريت، يعني بالنسبه لي هي خطيره شيك وتحفه وخطيره. سيبكم الكبكبه دي لان الطرحه عامله لي كرش. لا حلوه جدا جدا. تقدروا بقى تجيبوها، هي شيك قوي، شيك بطريقه مش طبيعيه، بس دي تقيله شويه تمام. يعني دي هنلبسها مثلا في الخريف او في اول الشتاء والكلام ده كله لان هي تقيله. بصوا الماتيريال بتاعتها عامله ازاي. ايه رايكم بجد البيجامه دي انا برتاح فيها راحه يعني، بجد قعدت فتره ما بقلعهاش، اللي هو احمد قال لي في ايه يا ليلى مالك، يعني البيجامه دي هتجننك. لا بجد الكواليتي بتاعتها رهيبه وخفيفه
وشيك قوي قوي قوي. بصوا الستان اللي فيها ده خطير. انا بقى بحب اجيب بيجاماتي واسعه، يعني ده مش مقاسي، ده اكبر من مقاسي. انا بلبس ميديوم بس جايبه البيجامات بتاعتي كلها لارج، بحيث لو اقدر اقعد بيها قدام حد، اقدر اطلع لكم بيها، مش عارف ايه الكلام ده كله، فتبقى واسعه ومريحاني زي ما انتم شايفين كده. فده لارج من البيجامات كلها اللي انا هوريها لكم دي لارج. تقدروا برضو تحددوا مقاسكم، لان البيجامه بيبقى تحتها جدول كده طبعا، طول عرض كتف والكلام ده كله، تقدري بقى تظبطي دنيتك. تقييم بالله تقييم. طيب دي بقى مسك الختام، انا بحاول اجيب لكم لونها بالظبط، هي لونها بينك كده شويه، بس ناخد من دي مقاسنا تمام، يعني ما نتفلسحش زي كده ونجيب اللارج، لان اللارج بتاعتها كبيره قوي. يعني شايفين انا غطسانه جوه البيجامه تمام، وطويله وواسعه جدا، وطويله برده في الرجل، فناخد منها مقاسنا، بلاش نجيب من دي المقاس الاكبر. انما كل اللي فات مقاسه حلو، هيبقى مظبوط جدا لو جبتيه مقاسك، انما لو جبتيه نمره اكبر شويه هيبقى بالنسبه لك مرحرح كده، وتعرفي تتحركي بيه زي ما قلت لك. فدي خطيره للعرايس. وفي بيجامات ستان كتير قوي تحفه يا جماعه، يعني خدوا لكم لفه كده في شيء العرايس بجد، اللانجري والبيجامات وكل حاجه خطيره بجد، وما بشوفش زيها بجد والله العظيم. فيلا بينا بقى روحوا هجموا على سلمى واعرفوا الاسعار وكل حاجه.